صباح الخير، صباح الورد، صباح الهنا عليكم، أو صباح التفاؤل عليكم حبايبي، أو مساء الخير في الوقت اللي بتشوفوني فيه. بسلم على حبايبي اللي في مصر وخارج مصر وجميع الدول العربية. يلا يا حبايبي، بتعملي ايه النهارده يا ام محمد؟ فيديو جديد ويوم جديد، ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتدخنوا بتعملي ايه يا ام محمد؟ يلا يا حبايبي نرد للزمن الجميل واوريكم الارياف كانت عايشه الزمن الاول وبتعمل ايه ويا بعض. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله. طبعا ايه عاوزين نعيش اللحظة الحاسمة ويا بعض. ايه يا ام محمد انت بتعكنيني وتدخن وتقول اللحظة الحاسمة؟ يا رب تنصر اخواتنا في غزة وفي فلسطين وفي سوريا وفي كل الوطن العربي، اللهم امين، وتنصر الاسلام يا رب، اللهم امين. وكل سنة وانتم طيبين. بتعملي ايه يا ام محمد؟ زي ما شفتوا كده طبعا ايه، بسلق بطاطس وبيض على الكانون يا ام محمد. عملت كانون يا حبايبي والله. هتقولي كانون ده انا رصة طين كمان. ليه يا ام محمد؟ والله الغاز خلصان يا حبايبي. فقلت بقى ايه، الغاز خلصان مش هنموت، ما احنا كنا عايشين كده الاول، كنا في الارياف عايشين كده الاول. لايكات يا حبايبي، بالله عليكم لايكات لايكات يا حبايبي، اللايك والكومنتات الحلوة اللي بترفع من الروح المعنوية، عشان تشوفوا كل جديد ينزل من يوميات ام محمد في الريف المصري. شايفين ما شاء الله في ثواني البطاطس غلت. والله يا حبايبي النار جو نارك تغلب جارة. وده هنا خلصنا البطاطس وسلقناها. ايه طبعا نزلتها اهو. فقلت ايه اما اعلق على شويه رز فريحي كده في حله صغيره. كمان الرز يا ام محمد على الكانون، والله يا حبايبي بشويه ميه وشويه الملح اهم حطاهم انتوا قدامك اهو. بس ليه طعم تاني ما شاء الله. احسن، هقول لكم احسن من الرز المعمر في ثواني، والرز نشف معانا اهو. طب يا ام محمد هتسيبيه على الكانون كده هيشيط. ما هوريكم يا حبايبي، هنا حته سمنه بلدي حلوه طبعا نحطها للرز عشان تدي طعم وريحه برضك من روايح زمان، الزمن الجميل. والله يا حبايبي كنا عايشين كده الاول وكان صحة، ويا ريت الايام دي دامت. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. وهنا طبعا بعد ما خلصنا مروة قاعدة ايه، تقشر في البطاطس والبيض. انا كنت رايحة اسلق بيض بس، فقلت انا هسلق بيض، لا طب ما انا اسلق ايه، طورة بطاطس معاه وهنتغدى وهنحمد ربنا. شديت الرز طبعا يا حبايبي في اول الكانون كده على شوية صهد، وسبت الرز يتلدن. على ما خلصت وحمر البطاطس بتاعتي، والله طعم الاكل ده انا ما دقته بقالي سنين السنين. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ده اللي ايدك هتلاقيها متعوره. نفسي بيه. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. كمان يا أم محمد بتحمري البطاطس على الكانون يا حبايبي زي ما شفتوا كده. قلت لكم عاوزين نعيش بقى، سيبنا نعيش ايه الزمن القديم تاني. طب احنا مفيش غاز هنموت طبعا؟ لا يا حبايبي والله، لا معايا فلوس املا انبوبه، والدنيا واقفه واقفه. الحمد لله ربنا يبعت ويفرجها ويفكها من عنده، اللهم امين يا رب. وما داجت الا لما فرجت وفرجها الله علينا يا رب. ربنا يفرجها علينا بحقة الايام المفترجه، اللهم امين يا رب العالمين. الجوز الانابيب قاموا طافيين نوبه واحده، اللي على الفرن واللي على البتاع. غبت يومين ورا بعض يا حبايبي. وهنا البيض هنحطه طبعا. مروه قالت لي ايه يا ماما انا عاوزه ايه، اجلي لي بيضه. قلت لها انا هجلي بيضه؟ لا حطيهم ايه الا 4. لا اله الا الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ويا رب الفيديو بتاع النهارده عورت نفسك ايوه يكون عند حسن ظنكم وينول اعجابكم وينول رضاكم. وحطوا لايكات، حطوا لايكات، ما تقعديش يا بيضه تتفرجي. طب يا ام محمد عفره وبتاع وهتعملي الدنيا؟ لا يا حبايبي ما فيش عفره. هتعوزي هدومك كده غلط يا ماما. ما فيش عفره والله. والاكل بصوا تحفه. هي اكل بسيط صحيح بس الحمد لله. عفوا يا حبايبي، البرد وشوية الدخاء مبوظين ويا النفط. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفراخ طبعا فرحنا قاعدوا ينجوا في قشر البيض وفي قشر البطاطس زي ما شفتوا كده حبايبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لقيت ايديا بتتكون من المعلقه الصغيره، قلت لها لا هاتي لي حاجه يا مروه. راحت جابت لي البتاعه الكبيره دي وجات. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
المكنة عملت وش جامد. حطوا لايكات يا حبايبي، حطوا لايكات كتير جد، الدنيا بحالها. ادعموا الفيديو ده. اما اشوفكم الفيديو ده هيعجبكم ولا مش هيعجبكم، ولا الدنيا هتبقى فيها ايه. وقولوا لي ايه رأيكم يا حبايبي. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله. وزي ما شفتوا كده حبايبي، قولوا لي ايه رأيكم. ايه رأيكم في الفيديو بتاع النهاردة. والرز بتاعنا اتلدن، وزي ما شفتوا كده حاجة لوز اللوز كده وعنب العنب. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. ايه رأيكم يا حبايبي، قولوا لي ايه رأيكم. لازم نذكر الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا رب الفيديو بتاع أم محمد النهارده يعجبكم ويكون خفيف على قلبكم. لأول مرة يشوف يوميات أم محمد في الريف المصري يدعم، يشترك، يفعل زر الجرس ويشترك عشان يوصلوا كل جديد ينزل من يوميات أم محمد في الريف المصري. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله. والله الناس كانت عايشة كده الأول يا حبايبي، وكان في الصحة وكانت الناس حلوة. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا طبعا قلنا نحط الايه البيض بتاعنا. مش طبعا كانت مروه بتقول لي حط بيضه واحده، قلت لها ما ينفعش يا مروه. لا اله الا الله. اللهم صل وسلم عليك حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشايفين ما شاء الله. طبعا عندنا حطب، جذور شجر، جذور جوافه. في الارياف كل حاجه كل حاجه متوفره والله يا حبايبي. والناس كانت عايشة، ما كناش في الغلا ده الأول. والناس كانت عايشة وحمد ربنا وشكر ربنا على نعمته. ويا رب تديم نعمته علينا اللهم امين يا رب العالمين. وكل واحد على قده يا حبايبي، وما تقلسوش عليا. كل واحد على قده، كل واحد على قده. انت نزلت يا ام محمد تعمل في وسط الطيور؟ هعمل فين؟ هقعد؟ انزل. نزلت عملت رصة طوبتين وولحت وعملت كانون واشتغلت وعملت. طبعا دي بخصوص ايه، انا كنت مولعة على فيديو الصلصة، عاملة الصلصة، هتشوفوا الفيديو. وطبعا قلت انا ايه، طبعا كنت عاملة الكانون ده للصلصة، فقلت اما اعمل في ريح الايه الغدا دي والفيديو ده وانزله لكم وتشوفوا وتقولوا لي ايه رأيكم في الارياف وعيشة الارياف. اللهم صل وسلم عليك حبيبي رسول الله. عاملاه في ريح الفرن والله، في وش الفرن البلدي. لو انتوا شفتوا في وش الفرن البلدي حطيته وعملته تحت معاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واستودعكم الله. لا لسه الفيديو مخلص يا ولاد، انا بحسبه خلص حبايبي. لايكات كتير يا حبايبي، لايكات. لا اله الا انت رب سبحانك. وهنا طبعا بعد بطاطسنا ما احمرت والله طبعا يا حبايبي التصوير والتليفون ظالم الحاجة. وزي ما شفتوا يا حبايبي كان الغدا بتاع أم محمد بسيط كده. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليك حبيبي يا رسول الله. لا اله الا الله. البنت مروه سايباني عبايتي مرفوعه، بس أنا الحمد لله يعني ما فيش حاجه يعني الحمد لله. يا رب الفيديو بتاع ام محمد النهارده ينول اعجابكم، يكون عند حسن ظنكم يا حبايبي. وهنا حطيت الشاي في ريحي في ثواني، كان غلى على النار. بقول لكم يوم النهارده يوم مش عادي ولا فيديو عادي. وحطيت بقى كده الشاي في ريحي وعملنا الشاي. بالمرة فرحنا كوباية شاي بقى في الخمسينة. كوباية شاي ملهاش وصف. جوز بنتي جاي بالليل وانا عاملة الشاي ده برضك بعد ما طيبت الصلصة. والله هنزل لكم فيديو الصلصة عجبه وقال لي يا سلام كوباية شاي حلوة جو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واستودعكم الله.